في أسطورة يونانية اسمها نص البرتقانة. الأسطورة دي بتقول إن زمان الإنسان ما كانش ذكر وأنثى، وكان في نوع تالت بيمتلك صفات الذكر والأنثى مع بعض. شيميل يعني، يا ريته شيميل، ده كان جسم كده فيه وشين وأربع دراعات وأربع رجول والأعضاء التناسلية الذكورية والأنثوية في نفس الوقت. متخيل الجبروت اللي الإنسان فيه وهو عنده دماغ واحدة وإيدين ورجلين؟ ما بالك بقى لما يبقى عنده الضعف. جه بقى كبير الآلهة الإغريقية زيوس وما عجبوش الكلام ده، وراح مسك الإنسان ده وقسمه نصين زي البرتقال، كل نص عنده دماغ واحدة ورجلين وايدين، وانت ونصيبك بقى في الاعضاء التناسليه اللي يجي في نصك خده. بعدها جه ابولو عشان يعمل عمليه ترميم لكل انسان، فلم الجلد المتقطع نتيجه الفصل وربطه في السره، وبدا يظبط لكل واحد راسه، بدل ما هي لورا بدل يعدلها لقدام ناحيه الفصل، عشان يفضل الانسان في الاسطوره اليونانيه شاهد باقي حياته على عمليه الفصل اللي حصل، ويفضل طول حياته يدور على نصه التاني عشان يتبادل معاه الاحضان والقبلات، ويفضل الانسان عنده احتياجات عاطفيه غير مشبعه، وعليه انه يدور على نص البرتقان التاني عشان يحس معاه بالدفى والكمال. وتبقى لحظة العثور على النصف التاني من البرتقانة هي لحظة من الراحة الخالصة والاكتمال والاتحاد ونسيان الهموم، لحظة نسيان الإنسان لنفسه وذوبانه في الآخر، لأن النسيان يا صديقي هي نعمة، خصوصا لما تنسى نفسك اللي هي أكتر حاجة معذباك. الإنسان اللي ما يقدرش ينسى نفسه يموت من التعب النفسي وعبء الذكريات، وعند اكتماله بالنصف الآخر سيبقى كل جسد يعبر عن نفسه بصوت واحد. صديق الإنسان، صباح الفل، أنا يوسف. حبكور حكلنا حكاية حتقلب حنا حشونا حرام، خدوجة خليفة خطفها خليل ابن اخت خفا جمام، والمهر بحتة نتفة 6 7 8 تمام، ده المهر بحتة نتفة 6 7 8 تمام، المهر بحتة نتفة 6 7 8 تمام، وبنسأل صالح فالح قال بصراحة انا ما اعرفه. صديقي المعلم، لابد من لحظة الحقيقة. كلنا سرحانين في الملكوت بندور على الحب الحقيقي، الوعد بما هو آتي، البني آدم اللي هينسينا امبارح ويعلمنا نسامح ويخلينا نفكر في ايامنا الجايه. لكن مع احترامي ليك، دي مش اشكال برضه تحب وتتحب، يعني مش هنكدب على بعض. وبما ان كل واحد فينا عارف ان سحنته مش مساعداه، فكل واحد بيحاول يشتغل على حل شكل يساعده انه يبقى بني ادم محبوب. يبدا بقى يغير في خلقته، وهي تروح الجيم تلعب سكواد، وهو بيحاول يعمل 6 باكس، لكن بلا فائده تذكر غير ان انت كذكر شعبيتك بتبتدي تزيد وسط اقرانك الذكور. وده حقيقي بيرجع لان جزء من خصائص الحضاره بتقوم على فكره المقايضه، بيع وشراء. يعني زمان عشان تاخد واحده الانوثه بتفط منها، لازم ان انت كمان تكون الذكوره هتفط منك. هي عودها ما بيهزرش وانت طول بعرضه بتخلص السيجاره كلها في نفس واحد، لازم دقنك تبقى طالعه كامله زي كده. لكن الحمد لله سوق اقتصاد الحب اتغير عن زمان، ما بقاش زي دلوقتي، الموضه اتغيرت. الشاب ما بقاش لازم يبقى قد الباب عشان يعجب، في موضات تانية جديده طلعت، وبصفات زي ان انت تبقى شخص اجتماعي ومتسامح هتعرف تنقي حاجه نظيفه. فيوم ما يبقى الشكل مش مساعدك، ممكن تروح تنمي مواهبك، تعمل كاشات، تركب موتوسيكلات، تحفظ افيهات، تسهر في البارات، تدعم انك، المهم يعني انك تعمل حاجه تخلي المجتمع يقدرك ويثق فيك. يسالني واحد ويقول لي بس الناس دلوقتي بقت تجري ورا الفلوس والنجاح والشهره اكتر ما بتدور على الحب الحقيقي. اقول لك مش يمكن الغرض من ده هو احساسهم اصلا بالوحده، وان الشهره والنجاح والفلوس بيزود لهم احساسهم بالامان، وان معاهم فرصتهم في الحب ونجاتهم من الوحده بتبقى اعلى. وبعدين ما هو ده اللي بيفسر انك كل ما تبص على اكس من اكساتك تلاقيه اتدور وحلو كده وبقى ينزل صور نظيفه واشتغل في شركه محترمه، وانت بتفكر ان حظك وحش او ان انت مثلا اللي كنت طفيه. لا مش كده، انت بريء يا صديقي. هو بيتحول كده عشان تجربه الانفصال تجربه مؤلمه ومخيفه. الانفصال بيحسسك انك فقدت السيطره على العالم بعد ما كان عندك القدره على السيطره عليه. علشان كده الناس بتحس بالخجل والعار من الانفصال في الحب. الحقيقه يا معلم ان الاحساس بالاسم والعار من الانفصال بيتم التعبير عنه بقصه بدء الخلق، لما ادم وحواء كلوا من الشجره المحرمه، وبقت لحظه العصيان لحظه ميلادهم كبشر. قبلها كانوا في الجنه، مفيش قلق ومفيش خوف، كانوا متناغمين مع بعض ومع الطبيعه اللي حواليهم. لكن وقت ما كلوا من الشجره كانت هي دي لحظه ميلادهم كبشر بمشاعر البشر، وادركوا في اللحظه دي عورتهم، وبقى كل واحد فيهم يجري يغطي نفسه. احساسهم بالخجل ده ما كانش درس بتغطيه العوره، لانهم اولا في الجنه، ثانيا هم زوجين فمن الطبيعي ان هم يشوفوا بعض. لكن بصفتها لحظه انفصالهم عن الجنه وميلادهم هم الاتنين كبشر، حسوا ان هم اغراب عن بعض، فقدوا اتحادهم، وبدأ كل واحد فيهم يوجه اللوم للتاني بان انت السبب، انت اللي خرجتنا من الجنة. ومن هنا بقى يا معلم بدأ الانفصال الانساني وغرابة كل انسان عن التاني، وخجله من نفسه ومن جسمه
قدام غيره بدون الحب، عشان يبقى الحب هو الطريقة الوحيدة اللي الإنسان يقدر يقهر بيها انفصاله ويخرج من العالم المجنون ده، عشان يلوم نفسه في الآخر ويحس إن معاه إنسان قادر يحس معاه ولو بنفحة من نفحات الجنة، إنه مش مكسوف قدامه من عورته، وإنه هو معاه محدش بيفكر في أي حاجة غير التاني. صديقي المعلم، عقبال ليلتك وتفرح الحاج والحاجة كده ونتلم ونوجب معاك. وسيبك بقى من السؤال بتاع يعني هما المتجوزين خدوا ايه، عشان من حيث خدوا فهم خدوا كتير الصراحة، لا ومستمرين في الاخدان، انت بس اللي مش واخد بالك. وبعدين الانسان النهارده بقى كام جبين قوي، بقى يسأل اسئلة كتير قوي كل خطوة في حياته. لا ده بجد كل خطوة في حياته بقت بسؤال. يعني الناس زمان كانت بتتجوز وخلاص، ولو ما اتبسطوش في الجواز بيقولوا مش مشكلة، يعني ان شاء الله هنموت بسرعة. يعني جرب كده تروح تقول لابوك الحاج يعني يابا انت ايه رأيك في العلاقات الأحادية، او ازاي موت الحب ممكن يأثر على الجواز، تلاقيه بصلك من فوق لتحت كده اللي هو انت في ايه يا طاري مالك كده. تلاقي ان الافكار دي مش موجوده في قاموس اهالينا اصلا. ما حصلش قبل كده في اي جيل ان استمرار الجواز بيعتمد على سعاده الزوجين، وده خلى الزوجين في العلاقات الحديثه هم محور الاسره والمركز الرئيسي لها، بعد ما كانت العلاقات بتكمل لاعتبارات تانية زي الاهل والعيله والاولاد. لكن اكتر جيل قرر الاستثمار في الحب ورفض جواز الصالونات وقرر ان هو يختار شريك حياته بنفسه، هو اكتر جيل لقى نفسه بينفصل وعلاقاته العاطفيه ما بتكملش. الحقيقه يا معلم ان حياتنا العاطفيه بقت معقده جدا عن زمان. زمان كانت العلاقات اكثر بساطه من كده، لانها كانت بتبني على قواعد معروفه ومتفق عليها من الكل. زي ما بتقول استر بريل الكاتبه والاخصائيه النفسيه، ان زمان كل شيء كان معروف ومتفق عليه، الطريقه اللي العيال هتكلم بيها ابوهم وامهم، والطريقه اللي الاب والام هيكلموا بيها الاولاد، ازاي الراجل بيتكلم مع مراته، وازاي الست بترد على جوزها، مين اللي هيصرف على البيت، مين اللي هيعمل الاكل، مين لو العيل عيط بالليل هيقوم يسكته. كل واحد كان عارف دوره كويس. لكن في العصر الحالي هدمنا النظام ده وعملنا عالم تاني من الخيارات والاختيارات والحرية الغير مسبوقة، وده شيء جميل، بس نتيجته ان احنا هنلاقي نفسنا بنتفاوض على كل حاجة في العلاقة من اول وجديد. حرفيا كل امتياز في العلاقة بقى قابل للتفاوض. مش واضح مثلا في العلاقة مين مسيرته المهنية هي اللي ليها الأولوية بالنسبة للأسرة، وبالتالي ما بقاش واضح مين هيصحى الصبح يعمل الفطار. هل احنا جاهزين للخلفة دلوقتي؟ طب هل احنا عايزين نخلف اصلا؟ هنقعد في التجمع جنب حماتي ولا في اكتوبر جنب ماما؟ هل احتياجاتي بيتم تلبيتها في العلاقة دي؟ هل انا سعيد؟ طب لو انا سعيد هل انا سعيد بما فيه الكفاية؟ كل دي اسئلة الاجيال اللي فاتت ما فكرتش فيها اصلا. ما حصلش قبل كده ان الانسان كان مفروض يبقى فاهم كل حاجة في العلاقة وانه يكون متحكم فيه. طول عمر الانسان كان عايش في قبائل وعائلات ممتدة، كان عايش في مجتمع مترابط جدا. بتتولد في المجتمع ده وانت سايب ايد في كتالوج يا باشا هتمشي عليه، كل حاجة واضحة ومعروفة هتحصل ازاي ومفيش مجال للصدفة. ده حتى ليلة الدخلة ابوك كان بياخدك على جنب كده ويفهمك هتعمل ايه بكره. مجموعة الحاجات دي اللي بعضها اي نعم معفن شوية، بس كان ليها برضو مميزات كتير. اولا بتحسسك بالانتماء والاستمرارية، وبتحس معاها بالهوية ومعرفتك بالصح والغلط. اللي ابوك بيقول عليه هو الصح، والا تبقى ابن كلب قليل الادب. كل التعليم والقيود دي كانت بتاخد من حريتك ولكن كانت بتديك احساس باليقين اكتر في تصرفاتك واختياراتك، لانها مدعومة دعم كامل من عيلتك ومجتمعك. هي حرية اقل لكن معاها احساس اقل بالوحدة، وانك مش مطلوب منك تحدد او تعرف كل حاجة بنفسك. لكن يا صديقي من وقت ما سيبنا المجتمع ده وبعدنا عن الجو العائلي ورحنا سكننا في الكومباوند وفرحنا بالحرية، اكتشفنا معاها احساسنا اكتر بالوحدة. ومن ساعتها واحنا بنطلب من شريك حياتنا انه يكون المسؤول الاول لتجاوز هذه الوحدة. فبقيت انت عايز اللي تعمل لك الاكل وتربي العيال وتوفر في مصاريف البيت، في نفس الوقت تتكلم معاك وتدعم كاريرك وتسهر معاك في الاوتنج بتاعك وتشرفك قدام الناس. وهي كمان بقت عايزه اللي يصرف على البيت ويوفر ليها الامان والرعايه، وفي نفس الوقت يحترم قراراتها ويساعد في شغل البيت ويديها من وقته وتركيزه ويدعم الكارير بتاعها ويكون مؤمن بيها ويدافع عن اختياراتها. انت عايزها تبقى مراتك وامك واختك ومستشارك العملي والبيست فريند بتاعك، وهي عايزاك جوزها وحبيبها وحامي حمى الانكزايتي ورفيق الشوبينج واللي بترضع العيل لحد ما هي تخلص الميتنج بتاعها. زي ما بتقول استر بريل اننا بقى عندنا من الطموح في الحب ان احنا عايزين شريك حياتنا يوفر لينا مجموعة من الاختيارات كان بيوفرها لينا المجتمع العائلي زمان. ده غير ان زمان في العيلة او في المجتمعات المترابطة تحديدا كان المتجوزين ما بيعرفوش اخبار عن بعض غير المشاكل، لان الاهل كانوا دايما يتدخلوا بين المتجوزين عشان يحلوا مشاكلهم، ومع شوية نميمة فكانت المشاكل بتبتدي تنتقل لباقي العيلة والكل كان بيعرف. فانت تسمع مثلا
ان ابن خالتك ضرب مراته عشان ما بتغيرش للعيل البامبرز اللي لما يعمل مرتين، فتقوم باصص لمراتك كده وتقول يعني اي نعم نسيت الملح في الاكل بس مش مشكله احسن من غيرها برضه. وهي تسمع ان ابن عمها ضرب مراته يوم الصباحيه، فتقوم بصالك كده وتقول هو اي نعم ما بيغسلش اسنانه بس برضه يعني عمره ما زعلني، وهكذا بقى. لكن دلوقتي بقى في اتفاق ضمني ان الوحش يفضل ما بيننا وما يطلعش للناس، وده اتفاق جميل جدا ومحترم جدا وفي مزيد من الخصوصيه والجمال. مشاكلنا احنا اللي نحلها وحدنا، محدش يتدخل بينا ولا امي ولا امك لا مؤاخذه. لكنه برضه اتفاق ليه ضرر خفي على شكل اوسع شويه، لانه بيحسسك ان شريك حياتك ده هو الخنزير الوحيد في حياتك، بينما الناس كلها عايشه حياتها بصباح الخير يا بيبي ومساء الخير يا كوكي. وبينما الناس برضه كلها ممكن تبقى خنازير عادي ولكنهم لابسين وشوش بتتقلع اول ما يقفلوا على نفسهم باب الشقه. وبينما كل واحد قاعد بيحاول التعامل مع تحديات حياته الزوجيه، بيبقى قاعد ماسك الموبايل بيعمل لاف على صوره سماح مع جوزها في الجونه، وادهم اللي كاتب بوست طويل لمراته عن حبهم ودعمهم لبعض، البوست اللي بتلاقيه قد كده ده بتاع كونتينيو ريدنج، واميره اللي منزله صوره السفره وعامله لجوزها ملذ وطاب من الاكل. ويبقى الواحد قاعد يبص على الحاجات دي ويبص للحيوان اللي عايش معاه ويقول يا رب يعني انا ايه اللي مصبرني على الهم ده. بينما ادهم كان ممكن يكون مزعل لمراته وكاتب لها البوست ده عشان يصالحها بيه. وصوره السفره اللي اميره نزلتها اصلا صوره من عزومه قديمه بس هي قاعده فاضيه مش بتعمل حاجه فنزلتها. وسماح منزله صورتها هي وجوزها في الجونه عشان تقول للبنات اللي عندها اللي هو جوزي يا كلاب وما تقربوش منه ومتجوز وبيحبني وكده. ولكن احنا لما بنشوف الكلام ده على السوشيال ميديا بالذات بتحس ان عندك اوبشنز كتير في الحياه، خصوصا بقى لو لقيت سماح وسهى ومنى عاملين لك لاف على الستوري بتاعتك، وهي كل يوم يجي لها مسجات في الاذرز الناس بيتغزلوا في شقوق كعب رجليها. بتحس ساعتها ان البحر مليان سمك، ولكن اغلب الاوبشنز دي وهميه وما يناسبناش اصلا. سماح يا باشا متجوزه وكان ابنها بيعيط فادته الموبايل يقلب فيه وهو اللي عمل لك لاف على الستوري. وسهى ومنى اصلا ما انت مين مع بعض، فتلاقي ان البحر مش مليان سمك ولا حاجه، وانه في الواقع البحر مليان قواقع. مفيش مفيش الشخص اللي هيجي عشانه تمسح صور اكساتك وتعمل له بقى بصمه على تليفونك وتسلم للعالم كله عشان تعيش معاه. وبما ان كل انسان عنده مشاكل يبقى لازم نفكر ايه هي المشاكل اللي نقدر نتحملها ونصبر عليها، وايه هي المشاكل اللي ما نقدرش نتحملها في حياتنا. فيبقى يا معلم وانت بتبص على الباكج بتختار الايجابيات لازم برضو تختار المشاكل. لكن في انك تتجوز ويجي عليك يوم تبقى بتعاني في الجواز، تخلف عيال وتفرح بيهم لكن في نفس الوقت تعاني من مصاريفهم الكتير، تكره عيشتك، وممكن طرف من اطراف العلاقه يبدا يفكر في الخيانه. ممكن في يوم من الايام تتمنى الموت بسبب شريك حياتك، وتاني يوم تبقى اسعد انسان في العالم بسببه برضه. صديق الانسان هي دي قصه الحب الحقيقيه. وزي ما الشاعر الراحل مريد البرغوثي بيقول: الشعر يحتفي بحلوه وحيده المثال والمثل، فلا هناك من على خدودها حب الشباب صدفه، او شعرها مجعد او سنها مكسور، ولا هناك من لها وظيفة ولا عمل، وليس بينهن واحدة تتابع الأخبار أو تطالع الجرائد. بص بقى الجاية دي: الحب في الحياة غير الحب في القصائد. دي غير دي يا نجم والله. الحب في الأفلام والمسلسلات غير الحب في الواقع يعني. ها وبس يا صديق الإنسان، نهارك لذيذ وليلتك بتضحك وتلاقي بنت الحلال إن شاء الله. صباح الفل، أنا يوسف. الست سكينة السكنة بالسكاكين سراها سليم، وجليلة جارتنا جابوها جماعة جبابرة حالتهم جيم، وشافونا ساعتها سوونا